السلام عليكم خوتي. كنتمنى لكم تكونوا بخير، اموركم كلها مزيان. رجعنا بالجزء الثالث اللي غندير لكم فيه جوج اجزاء هذه المره هذه. خلينا فاش بغات فاطمه الزهراء التليفون، قلت لها غنصيفطوا لك مع خالتي فاطمه او لا فاطمه. قبل ما نبداو دير معك واحد لايك، شي كومونتيرات شحال ما قديتي، ونكملوا القصه ديالنا. مشيت لواحد المحل كيبيع التليفونات. السلام عليكم. السلام. شحال الثمن اخويا ديال هاد سامسونج؟ 3600 درهم الشريف. مزيان على حسابك؟ لا مزيان اخويا، شي حاجه مزيانه صافي جمعوا لي الله يحفظك. اول حاجه درتها من مورا ما رجعت من دار فاطمه الزهراء ومشيت خديت لها تليفون باش نهضروا في التفاصيل، نتعرف عليها مزيان. فاش رجعت قلت لخالتي تعطي لها فاطمه ملي تجي باش توصلوا لفاطمه الزهراء نهار السبت باش نقدروا نهضروا ونتعارفوا مزيان. ديك السيمانه كلها دازت في لونكيت ديال خالتي مباركه، سولات على الشاده والفاده، وبطبيعه الحال المصدر المخابراتي ديالها كان لا فاطمه اللي جابت لها جميع التفاصيل، العائله ديالها، العروسه، فين قرات، اش دارت في حياتها، بما فيها واحد التوحيمه صغيره كاينه لها في خدها من الجنب اليمين. انا صراحه مابقيتش مشطون، جالس في البيرو ديالو عقلي كيخمم غير في هاد الحريره. دخلت لها راسي شاب عصري حداتي قاري فيكتور هيغو في فرنسا، وغادي نتزوج زواج تقليدي. ولكن صاحبي خالد كان كيبرد ليا الشغل. صافي يا صاحبي، بركه من التخمام، راك ديتي بنت دارو، باش عرفت تقرا لك حتى الميساجات ديالك غتبقاش تابعك، عاد تاكل وتشرب وتنعس. قلت لي خويا راه مبرزطيني غير المسؤوليات اللي تابعين الزواج، راه ماشي الزواج اللي خالعني. الزواج راه حالو ساهل، راه انت معرس راه انت ناضي، ولكن اللي مور داكشي اللي خالعني. اصاحبي بارك عليا من الهضره، فين نسهروا نهار السبت صاحبي؟ تيمشيو لتريبل فايف. ايوا كنبغيك، وجد لي راسك نتلاقاو في البلاصه المعلومه. دازو الايام، وصل نهار السبت عديت الحاله، لبست حويجاتي، حليت 3 صديفات على الصدر، فيستا سروال قصير موكاسان، رشيت واحد جوج رشات من تيغ ديرميس، وركبت في الطوموبيل. موقفت حتى للبارك ديال تريبل فايف. لقيت خالي تسبقني طوموبيلتو المرسيدس كلاس. من زمان وحنا متفقين الا مشينا نشطو كل واحد يدي طوموبيلتو، ما كتعرفش الليله باش غتسالي، خصوصا ان كاريين بجوج بارطمات في كيليز حتى كاري ايدين. خصنا غير النشاط القصير والليالي الحمراء، واخا اغلب الوقت يبقاو غير مسدودين. ضربات 12 ديال الليل ويلزم عليا واحد البنت كان جالسه بعيد حاضياني. جا شويه جلس حدايا في الطابله، قلت تشهيت نشرب. ضحكت واحد الضحكه سمعوها كاع الناس اللي كاينين حدايا. قلت لها مرحبا، السيده باين عليها موظفه في شي شركه، جات تسها فهاد سامدي سواغ، تيجيب لي معاك شي جولد لابيل. ما سولتش على السميه، انا غير كنمنمو في الناس اللي قدامنا. شوف داك الساعه ودي شماك كيبان بحال شي خروف. شوف ديك الهريبه ربات 9 الناس على الشراب. مره كنوضو نشطحو. خالد حدايا كان حتى هو ملاهمه واحد البنت كيتساوى معاها شحال تمشي معاه. مع 12 ونص طلعت لادوز مزيان ديال النشاط، انا والصديقه اللي ما عارفش سميتها. انا كنشطحو معانقين وكنقربوا للباب ديال تريبل فايف. شويه خرجت مع الطوموبيل في الباركينغ وجلسنا في كوسانات اللون، بقينا كنلعبوا ترى الشراب. شويه قالت لي في خبارك انا ساكنه قريبه للبيرو ديالك. هنايا توقدت ونحل عيني فيها. بانت لي السيده شابه في العشرينات، دايره كوب مقطعه ومصبوغه بالصفر ولابسه الميني مع التبويقه ولساني ثقيل. قلت لها فين شفتيني؟ جاوباتني وهي كتقاد في حوايجها، ديما تناخذ كافي قدام العماره فين كاين. قلت لها واش كافي لا فلام؟ قالت لي فوالا. كان تقولها ليا من الاول، داكشي غير جا غير صدفه، خليه يبقى صدفه. قلت لها شو سميتك؟ قالت لي خليها حتى شي مره اخرى الا تشاوفنا. انا بتاشير ديال الشراب وجهها ما عاقلش عليه، كان قالها على الصوت وصافي. خرجت من الطوموبيل وانا بقيت مدابز مع تاشير ديال الشراب باغا نوض نتقعد. واحد شويه غيضربني الضو، الله نسيت التليفون اللي عطيته لفاطمه. قلت لها قولي لفاطمه الزهراء اليوم تشعلو باش نصوني ليها بالليل. شفت المكانه لقيتها لوحدها، درت امارش للطوموبيل وخليت خالد تما كيدبر راسو مع الخلاص ومع الروينه فاش عايش. وصلت للفيلا، دخلت بشويه
طلعت للبيت، لبست بيجامتي وتلاحيت في الناموسيه كاو تكنيك. بقيت كنفكر واش نصوني ولا بلاش، نصوني ما نصونيش. درتها في يد الله وقلت غير نصوني ونقطع دغيا حتى الصباح ونعاود نهضر معاها نقول لها راني صونيت عليك ولكن لقيتك ناعس، لا السباب الخدمه واصلا ما غتسولش. مع الربع ديال الصونيط الاول غتشدني الو. بصراحه من الصدمه خرجوا عينيا وتبت راسي نوليو ندخل ونخرج في الهضره مع التبويق. خوكم طاير ما تقوليش هي مازال فايقه. قلت لها الو السلام عليكم. التبويقه راه ما عقلش راسي اش كنقول ولا اش كندير. قالت لي راه بقيت فايقه حيت قلتي لي بغيت تهضر معايا، وحتى لا فاطمه قالت لي ما تنعسيش راه بغى يهضر معاك السي محمد. وصاتني حتى ماما. بقيت ساكت فيا الحال. سهرت السيده حتى نصاصات الليل على الخوال خاوي. قلت لها سمحي لي راه كانت عندي بزاف ديال الخدمه. ماشي مشكل خذ راحتك. بقينا كنهضروا تقريبا شي ساعه، ولا انا كنهضر وهي غير كتجاوب. هضرت معاها في كلشي، الدار، احترام، تسولنيش فين غادي وفين جاي. شرحت لها الخدمه ديالي بانه ممكن نسافر في اي وقت وانها ما خصها شي خير معايا. ضيق قلبتها معاها الفيزازي. ما تقولش هذا اللي عاد كان سكران دابا الكاو. ما كاينش اللي مبرط بالعرس قد قالتي مبارك. بالنسبه للقاعه كان الحلم ديالها تشوف ولدها في عرس ملاكي. داكشي راس دورات التليفون لقاعة علي بن الفلاح. سولتهم على الثمن 5 مليون الليله، ولا بغات التريطور من عندهم داكشي على حساب الموني، شي حاجه كلاس بسطيله الشوا. طلع القضيه بشي 11 مليون 150 معروض. جلسات معايا باش نتفقوا بصفه نهائيه في واحد العشاء. نقول لي يا وليدي واش نزكيو مع الناس ضرب الصداق واللي بان لك الوالده؟ واش البنت عجباتك انت اللي هضرتي معاها في التليفون؟ شنو بان لك؟ كتبان بنت الناس الوالده. هو نتوكلوا على الله. ولكن اولدي بغيتك الا جبتي بنت الناس ما تعداش عليها، دخل سوق راسك وقابل دارك وولادك. واخا الوالده ما يكون غير خير. انا غدا غنصوني لماما غنقول لها السبت الاخر في هذا الشهر نضربوا الصداع تقريبا 3 سيمانات. واخا الوالده اللي بان لك. بالنسبه للعرس ولدي، ملي كنتي صغير وانا كنحلم ندير لك العرس في قصر علي بن الفلاح، نديرو من ورا العقد بشهر احسن يكون يلا سخن الحال شويه. واخا الوالده الله يخليك ليا ويطول في عمرك. وجد لي الليسته ديال المعروضين من صحابك اللي باغيهم يجيو ويعطيها ليا باش نعرف شحال من واحد غادي تعرض عليه. واخا الوالد، وهاد واخا ديالك كتحسسني بحال اللي مزوجك بزز منك. لا لا وما تبست لها راس. كاع الحاجه اللي درتيها راه فيها البركه والله يرضي عليك. اجي بعدا والصداق اش باغي دير فيه؟ وما عرفت الناس شحال كيعطيو داكشي كيبقى بيناتكم اللي بغيتي انت. المهم تكبر بها قدام العائله ديالك. 2 المليون مثلا خليها 3 وليدي باش تقدى حوايجها ومنها نتعاونوا معاهم، راه ماشي في حالهم مساكن. اذا نخليها 4 الوالده صدقه جاريه في دوك الناس. الله يرضي عليك وليدي. بالنسبه لدوك الناس فما نكذبش عليكم، الناس فقراء على قد الحال، عايشين بالفلاحه والكسيبه. ما عرفتش كيف طرا حتى خلى السي ابراهيم بنته تكمل قرايتها، خلاها حتى الباك وما خرجهاش تخدم في الديور عند الناس ديال مراكش. هي اللي واعيه في دارهم شويه وقاريه. سعدها زوين، جا نوطير ادي الدنيا وغادي تمشي من الكوري وتسكن في فيلا، ولكن مسكينه ربي بوحدو اللي عارف اش كيتسناها. ربي بوحدو اللي عارف اش كيتسناني انا. وما كانتش عارفه باللي بنات كيريز كلهم كانوا طامعين في هاد سعيد الحظ او تعيس الحظ اللي جا حتى لعندها. هاد مولات الكاريه خصكم تعقلوا عليها مزيان حيت هي دايره على القصه كامله. شنو بان لكم نتوما؟ شكون هادي؟ خلوا لي الراي ديالكم في كومونتير ونتلاقاو في القصه الجايه. عارف راسي تعطلت عليكم هاد المره ولكن اللي ظروف خارجه على الاراده ديالنا. خلي معاك لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك، وراه مازال القصه غادا وكتسخن والاكشن غادي وكيتزاد.